مين أقوى، ياجامي لايت من أنمي ديث نوت ولا ويليام أفتن من لعبة فناف؟ من حيث الذكاء فياجامي لايت بيتفوق على ويليام أفتن بجدارة، بسبب إن ياجامي لايت بيخطط لكل حاجة قبل ما يعملها، بحيث إن ويليام ما يقدرش حتى يتوقع خطته الجاية. من حيث السرعة بقى فويليام يقدر يخلص الحوار ده زي ما بنشوف في فناف 3 لما بيمسكنا في ثواني. من حيث بقى القوة الجسدية فاحنا بنشوف إن ويليام أفتن مات أكتر من، أنا مش فاكر، وبيقدر يرجع للحياة بأي شكل، فحرفيا هو شبه خالد. فمن حيث القوة الجسدية ويليام أفتن يفوز بجدارة. نيجي بقى للنقطة الحاسمة، ولا تقدر تفصل مين فيهم اللي هيكسب؟ في عندنا دلوقتي احتمالين، لو لايت عارف اسم ويليام فخلاص كده نوك اوت، لكن بقى لو هو ما يعرفش اي حاجة عنه ويليام أفتن هيسحقه تماما. وعلى فكرة أنا سمعت إشاعة إن زرار اللايك بيكهرب والاشتراك بيعض، فشوف كده جرب حظك واكتب في التعليقات.